استمتع بحياتك، ما تفكرش في بكرة قوي لانك مش عارف بكرة جاي بايه. خلي بكرة لصاحب بكرة، وانت طالما ما بتغضبش ربنا عيش حياتك واستمتع وانبسط وافرح. لو في جيبك جنيه او في جيبك 10 مش هتفرق، اهم حاجة تنبسط. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نقضي يوم حلو كده مع بعض. رحنا حديقة الحيوان، كان يوم جميل. حبيت اصور لكم كده، اغير لكم شوية في القناة بعيدا عن الاكل بقى والمطبخ. يا رب الفيديو يعجبكم. هنا النعام ما شاء الله شكلها كيوت كده وجميلة، والنعامة دي رايحة جاية كده لما بتسمع كلام الحارس. اسمها نعمة. كل شوية لها تعالي يا نعمة عشان الاولاد بتاكلها وبتتصور معاها. حاولوا تروحوا هتتبسطوا هناك، بس هقولكم على شوية حاجات كده لو روحتي اعمليها عشان ما تتعبوش. اول حاجة التذكرة بتاعتها رخيصة جدا ب5 جنيه. 5 جنيه مش فلوس دلوقتي خالص، وهتروحي تقضي وقت حلو انتي واولادك. هنا الحيوان ده الصراحة مش عارفة اسمه ايه، هو شبه الخروف بس انا مش عارفة اسمه ايه. الاجواء هناك حلوة، المشكلة بس في الشمس قوية جدا. لما تروحوا بقى هناك لازم تاخدوا كبات معاكم، والعصاير والميه لازم تاخديها متلجه مش ساقعه، عشان اول ما تروحي من قوه الشمس الحاجه هتبقى سخنه معاكي. فاي عصير هتاخديها اي ميه هتاخديها لازم تكوني متلجاها. ما تكون لو خدتيها ساقعه كده اول ما تخشي بيها هتلاقيها سخنه خالص، فمش هتبقى حلوه للشرب. وحطوا كريمات للشمس عشان الشمس كانت قويه جدا. يعني اهم حاجه كبات، كريمات للشمس، ميه متلجه او عصير متلج. ورابع حاجه بقى تاخدوا اكل معاكم للحيوانات. الحيوانات كلها هناك جعانه. والله العظيم صعبت عليا جدا. كل الحيوانات هناك جعانه. حاولوا بقى تاخدوا معاكم مثلا ايه، جزر، بطاطا، عيش. يعني هتشوفوا دلوقتي اكلنا القرود واكلنا اللي شبه الخروف ده. اكلنا كذا حيوان كده هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. وهنا بقى الاسد. حتى الاسود والله يعني تصعب عليكي، في اسود خاسه جدا. هتاخدوا بالكم دلوقتي لما الاسد يتضير يمشي هتلاقوا جسمه معضم خالص. يعني الاسد لما يوصل للدرجه اللي جسمه فيها دي مش من يوم وليله، وباين قوي ان الضعف اللي هو فيه ده قله اكل. يعني بقول تراعوهم اكتر من كده عشان ده حيوان ولا حول ولا قوه ليه. ده مش جسم اسد خالص. هنا اسد صغير كان شكله كيوت قوي وحلو، كل شويه يطلع راسه كده. هنا بقى الاولاد بتروح تتصور معاه كده، بتاكله بتتصور معاه. الاجواء هناك جميله، لو ما تروحوا هتتبسطوا. هنا النمر كان نايم. هنا هيطلع بقى اسد اكبر من اللي انا صورتهولكوا. في الحقيقه بقى لما تبصوا لوشه تحسوا ان سنه كبير قوي. هو مش باين قدامكم بس في الحقيقه تحسوا اللي هو سنه كبير ما شاء الله. وحجمه برضو اكبر من التاني بس برضو ضعفان، جسمه ضعيف برضو. هناك بقى الراجل وقف بأسد صغير كده للتصوير، وفي راجل بره بيت الأسد وقف تعبان كبير برضو اللي حابب يتصور معاه. بس انا رأيي بلاش الحاجات دي. يعني البنات كانوا نفسهم يتصوروا مع الأسد الصغير، هما بيقولوا لي بس هما خايفين مترددين، يعني عايزين وفي نفس الوقت خايفين. انا قلت لهم لا، اللي يخربشكم بلاش. بس صور ايه يعني، بنصيحتي برضو ليكم لما تروحوا باولادكم بلاش تعبان، صور مع تعبان مع اسد ممكن يعض في اي وقت، ممكن يخربش، مفيش حاجه مضمونه. فربنا يا رب يحفظ اولادنا كلهم، بس لازم نعمل ايه اللي علينا ونخاف عليهم على قد ما نقدر. هنا الحيوان ده اسمه راكون. ما عندوش اكل خالص غير طبق فيه ميه. حبيت احط له عيش فينو بس المربعات الحديد دي ضيقه جدا، قعدت احط له كده بيتفرفت. كل الحيوانات هناك جعانه. ده بس بقى بيعمل ايه، بياخد لقمة العيش وينزل في المية، هتشوفوه دلوقتي. بيغسل كده بايده لقمة العيش وبعد كده بياكلها. انا فاكرة لو بيغسل الحاجة قبل ما ياكلها. اكتشفت بعد كده يبقى ايده فيها اعصاب، لازم يحط ايده في مية، المية بتقوي اعصابه عشان يعرف ياكل بيها. هي طبيعته كده. وانا فاكرة اللي هو بيغسل الحاجة قلت ده عيش، لما بيروح كان العيش بيبوش في المية، بيقعد يعمل كده بين ايديه وبعد كده ياكله. اكتشفت بقى المعلومة دي اللي هي اعصاب ايديه بتقوى مع المية. وهنا البغبغانات ما شاء الله شكلها جميل. هناك بقى الطيور على الطبيعة شكلها حلو قوي، والحيوانات. كان يوم جميل، يا رب انتوا كمان تتبسطوا من الفيديو كده ويعجبكم. كان يوم حلو قضيناه، بس الحاجة اللي اتضايقت منها هناك جوع الحيوانات والضعف بتاعهم. دي بس الحاجة اللي انا اتضايقت منها.
اكتر حاجه بتصعب عليا الحيوان ولا حول ولا قوه ليه ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، يعني مش هيقولك انا عطشان انا جعان انا تعبان. فياريت تراعوهم اكتر من كده شويه المسؤولين عنهم، يعني رعوهم شويه. ما فيش ولا حيوان وقفنا قدامه عنده اكل ولا حتى عيش. هنا بقى رحنا للقرود، عددها كبير ما شاء الله، وقعدنا بقى نحدف لهم في سندوتشات يجروا ورا بعض ويتخانقوا مع بعض. وقفنا كتير قوي عندهم، شكلهم مضحك كده وجمال. يا حبيت بقى اغير للبنات شويه واخرجهم. انا من الناس اللي مبحبش الخروج خالص، بحب قعده البيت. مين زي بقى كده بتحبي تخرجي ولا مبتحبيش الخروجات؟ انا طبيعتي كده بحب البيت. وبناتي بقى بيقعدوا يقولوا لي يا ماما مينفعش لازم تخرجي. آه، لكن انا لا، انا قاعديني في البيت، مبحبش الخروجات الكتير. بفضل البيت، يعني لما بخرج كتير او مواصلات او زحمه وكده بتعب. هي طبيعتي كده من صغري، فدايما قاعده في البيت. بس حاولت كده ابسط البنات، انتوا برضو حاولوا تبسطوا اولادكم على قد ما تقدروا. بس حاولوا على قد ما تقدروا تساعدوهم كده، ربنا يا رب يكتب لكم الخير عشان تقدروا تساعدوا اولادكم، وكل اب كل ام يحققوا لاولادهم اللي هم نفسهم فيه يا رب. يا رب عشان بيبقى احساس حلو اما ابنك او بنتك يطلب منك حاجه وتعرفي تنفذيها. دي حاجه بتبقى حلوه لازم نشكر ربنا عليها. وربنا يكرمنا ويكرم الجميع يا رب، وربنا يدي كل محتاج يا رب. اي حاجه، اي حد محتاج اي حاجه يطلبها من ربنا، ويقول لو فيها خير ربنا يديهالي، لو فيها شر ربنا يبعدها. دايما اختيار ربنا هو الاحسن لينا. فدايما خلينا مع ربنا. هنا بقى السيد قشطه وقفت كتير عشان اصورهولكوا. 3 أو 4 في الميه، بس في الميه دي بس ما فيش حد عايز يطلع كده. مفيش غير بس ده اللي طلع راسه عشان ياكل، وواحد تاني جنبه. وقفت كتير والله عشان يطلع جسمه كده اصورهولكوا، بس ما طلعش. وهنا برضو طيور، مش عارفه بقى الصراحه اسامي الطيور ايه، انتوا بقى لو عارفين اكتبوا قولولي. بس الاشكال هناك يعني جميله قوي. بصوا سبحان الله، في بقى اللي في الميه وفي اللي بره. جميله هناك والله، هتقضوا وقت حلو زي ما قلتلكوا. التذكره ب5 جنيه مش فلوس، وهتتبسطوا هناك. اللي عارف برضو الطائر ده اسمه ايه يكتب ويقولي. لو بتحبوا بقى فيديوهات زي كده اكتبوا قولولي، بتحبوا الفيديوهات دي اكتر ولا الطبخ اكتر؟ عرفوني بتحبوا ايه اكتر عشان يعني احاول انزل لكم الحاجه اللي بتحبوها. وبصوا برضو الحيوانات دي مش عارفه برضو اسمها ايه، كلهم بقى جعانين، احاول كده اكلهم. بص باكلهم كلهم جعانين. زي ما قلت لكم بقى حاولوا تاخدوا اكل معاكم، يعني هتفرحوا وانتوا بتاكلوا الحيوانات هتفرحوا. خدوا عيش، خدوا جزر، خدوا بطاطا. بصي هتضربوا عشان عايزه تاكل. اكتر حاجه بتصعب عليا الحيوان. اللي عارف يعني اي حد بقى عارف اسم الحيوانات دي اكتبوا قولوا عشان انا مش عارفه ولا اسم فيهم. حاولت اديهم كلهم كده عشان ايه يعني اكلهم كلهم. هنا الحصان شكله حلو قوي ما شاء الله، شكله جميل. هنا بقى في جنينه جنب النزهه على طول، تطلعي كده من النزهه تمشي شويه هتلاقيها، اسمها اندونيادس. الصراحه وحشه جدا، يعني ما انصحش اي حد يخشها. كلها نمل، وهناك يعني افضل المنتزه احسن منها بكتير، يعني انصح اي حد ما يروحهاش ما تروحهاش. روحي المنتزه افضل منها. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.